السلام عليكم. اليوم نشارك معكم هاد التفصيل ديال اللوبيا مع هاد الشتا اللي طاحت. قلت علاش ما نديرش اللوبيا نشاركها معكم. جات عاقده والمرقه ديالها عاقده وبنينه. ندوزو المقادير. حاجنا بواحد بصله كبيره مقطعه قطع صغيره ومعلقه كبيره ديال المعدنوس و4 فصوص ديال الثوم. بالنسبه للتوابل عندنا الابزار، كركم، زنجبيل، كمون، فلفل احمر. عندنا نصف كاس ديال زيت الزيتون ومعلقه كبيره ديال معجون الطماطم وقليل من الملح. كناخذ واحد طنجره كنوضعوا فيها هاد التوابل، كنوضعوا بصله وكنضيفوا جميع المقادير. بالنسبه للثوم نخليها هكاك، مثلا نكسرش الثوم في دوله كنطحنها صافي. تنوضعوا طماطم ساهيه، معجون الطماطم، زيت الزيتون. اللي بغى يعوضوا بالزيت ديال المائده يعوضوا بزيت المائده، انا كنطيب زيت الزيتون صافي. وغنضيف واحد نص كاس ديال الماء باش الزيت ما يتحرقش لينا صافي. نوضع الكل فوق النار ونخليهم يتقلب حتى تذوب لينا البصله. بالنسبه للوبيا انا نقيتها في الليل وفزقتها في الماء ما بارد صافي، خليتها حتى لغد اللي هو اليوم صافي. عاود غسلتها وعاد نديرها في نضيفها لهاد التوابل اللي قليتهم. هانتوما بعد ما قليت هاد المقادير كلها غنضيف دابا الماء الكافي اللي عطبنا فيه هاد اللوبيا. غنصفي اللوبيا من الماء وغنضيفها لهاد المرق اللي انا صبيته في الطنجره. انا درت قطع ديال اللحم دوك اضافيه، اللي بغى يديرهم يديرهم، واش يديرهم ما يديرهمش. انا ما حطيتهمش في المقادير مع المقادير صافي. كنضيفوا الماء الكافي للطنجره ونوضعوها فوق النار حتى طيب. بعد ما طابت كنخليوها حتى كتعقد تتولي هاد المرقه ديالها خاتره بحال هكا وعاقده، واللوبيا ما معجنه ما والو، طايبه مزيان. وبالنسبه لدوك الطريفات ديال اللحم اللي بغى يضيفهم يضيفهم، باش يدوم خليوها عاديه صافي. ودرت فلفله حاره حتى هي. نتمنى لكم تجربوا هاد اللوبيا، اي واحد كيصايب اللوبيا، لكن ديروا بعض المقادير وشوفوا كيفاش غطلع لكم. دخلوا القناه، ديروا اشتراك يوصلكم كل جديد، يوم جديد وصفه جديده. مع السلامه، في امان الله.